اتمسح بيا الارض، اتمسح بيا الارض باللفظ. نور الشريف ما كانش عاوزها تمثل بسبب وزنها الزايد، وعمرو يوسف اتخلى عنها بعد ما توسطت له عند والدها. عندها 42 سنة ولسه سنجل، بتاخد دروس رقص، والناس فاكرينها اتحجبت واعتزلت. صندوق أسرار مي نور الشريف ابن الوز مش عوام. المقولة دي بتنطبق على مي نور الشريف، واللي كانت بدايتها قوية جدا لكنها اختفت وحياتها كلها اتغيرت تماما بعد وفاة والدها. طيب هي راحت فين؟ تعالوا بينا نعرف. سنة 1982 اتولدت مي في بيت فني من الدرجة الأولى. والدها الفنان نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي. حبت مي الرقص من صغرها، وكانت بتقلد نيلي وشريهان في الفوازير، وفي أول حفلة ليها غنت كورال، وخدها والدها معاه في فيلمين وهي طفلة. أولهم لما كان عندها 3 سنين، وهو فيلم الحكم آخر الجلسة، ومن بعدها فيلم لعبة الانتقام سنة 1990. الكل توقع لها مستقبل كله نجاح وتألق، لكنها اختفت من بعدها وانشغلت بدراستها، ودخلت الجامعة الأمريكية قسم إعلام وفلسفة ومسرح، ومثلت على مسرح الجامعة، واتخرجت سنة 2004. وبعد تخرجها رشحها والدها للمشاركة في عمل كان معمول لها مخصوص، وبعد ما بدأت تشتغل عليه وقفت وقالت له مش عايزة حياتي تبقى مشاع للناس. وفي سنة 2004 كان والدها بيعمل مسلسل الدالي، وراحت مي تتدرب كمساعدة مخرج، وشافها يوسف شرف الدين المخرج، وهو اللي أصر إنها تشتغل معاه، لكن والدها كان رافض وقال إنه كان عاوزها تنقص وزنها شوية. وفي أول مشهد ماستر جمعها بنور الشريف غلطت مي أكتر من مرة، فزعق لها وعيطت. المخرج اتدخل وخدها بعيدة عنه وهداها. مسلسل سعد الدالي ضم عدد كبير من الشباب اللي اكتشفهم نور الشريف، وكان منهم حسن الرداد وعمرو يوسف، واللي بقوا من أشهر الفنانين على الساحة النهاردة. لكن مي بنته طلعت بانتقادات كتير إنها ما بتعرفش تمثل، لكنها فضلت مكملة مع والدها في أجزاء الدالي، وكمان في مسلسل عرف البحر. ولكن مع رحيل الفنان نور الشريف سنة 2015 اختفت مي تماما وما ظهرتش في أعمال فنية، باستثناء الواجب اللي عمله معاها الفنان مصطفى شعبان سنة 2017 لما رشحها لدور في مسلسل اللهم إني صايم، ودي كانت آخر تجربة تمثيل ليها. الحياة الشخصية لمي غريبة شوية، فهي رغم جمالها عندها دلوقتي 42 سنة ولسه ولا اتخطبت ولا اتجوزت، وده من بعد ما فسخت خطوبتها من عمرو يوسف، اللي بالمناسبة هي اللي توسطت له علشان يقابل نور الشريف لما عرفت انه بيدور على وجوه جديدة لمسلسل سعد الدالي، ورتبت ميعاد ليهم في 2004. ولما قابله عرض عليه الدور من اول مرة في مكتبه، ووافق عمرو فورا وقال له ده شرف كبير ليا. واتطورت علاقة مي وعمرو وعدت حدود الصداقة، وبدأ يبقى في بينهم قصة حب. وفي يوم اتفاجئ عمرو بطلب غريب من نور الشريف، اللي قرر يعزمه على العشاء في بيته، ومن اليوم ده كان بيعتبر نور الشريف والده وبياخد رأيه في كل الأدوار. واتخطبوا لبعض سنة 2008، وكان نور الشريف حريص إن الخطوبة تبقى على الضيق في فيلته في الشيخ زايد من غير حضور الإعلام، وحددوا ميعاد الفرح بعد 2 سنين وجهزوا شقتهم. وفي 2010 قبل الفرح بأسبوع اتفسخت الخطوبة، ولحد النهاردة محدش عارف السبب الحقيقي، لكن علاقة عمرو بنور الشريف استمرت زي ما كانت قبل الخطوبة، وده بحسب كلام الفنانة بوسي. قالت مي إنه وقف جنبها في وفاة والدها وأخذ العزب نفسه، وطول الوقت واقف جنبها. وتعرضت مي لانتقادات كتير بسبب وزنها الزايد، واللي عمل لها أزمة زي ما قالت، خصوصا لما تخنت بشكل غريب. وبعدها قررت تخس، وكانت إرادتها قوية، لكنها من قريب ظهرت من تاني بوزن زايد، وقالت إنها كل سنة بتطلع 20 كيلو وتنزلهم. وفي فرح الفنانة دنيا عبد العزيز طلعت ترند بسبب وصلة رقص بينها وبين مدرب الرقص بتاعها خالد تيجانا، وظهرت مي بلوك رشيق وجذاب لفتت كل الأنظار ليها. وطبعا بظهورها ده نفت إشاعة الحجاب اللي طلعت عليها وهي بتزور السيدة نفيسة، ونفت مي إشاعة الحجاب وقالت ربنا يكتبها لي ويتقبل مني. وعن اعتزالها قالت لما الواحد بيقعد مدة